السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ صباحكم فل وياسمين من رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعضينا فيديو هيعجبكم قوي. هنعمل مع بعضينا فيديو جاتوه بالشوكولاتة. المرة دي هعمل لكم جاتوه بالشوكولاتة بإذن الله. مرة تانية هعمل لكم جاتوه بالفانيليا. يلا نسمي بسم الله ونقول معايا ايه. انا معايا هنا بيضتين، معايا نص كوباية سكر، ومعايا كوباية دقيق، ودي بقيت الكوباية. يلا نبدأ بسم الله. انا هحط نص كوباية السكر على البيضتين، معايا معلقة محسن صغيرة، هبدأ اضرب البيضتين والنص كوباية السكر ومعلقة المحسن. شايفين حضراتكم انا ضربتهم هم مع بعض زي ما انتم شايفين. هضيف لهم معلقة خل عشان فانيليا، هبتدي ادلق الدقيق بتاعنا بالتدريج. وابتدي اضرب انا معايا معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة نشا، معايا نص كوباية مية هضيفها بالتدريج، مش هحطها كلها. انا هضرب الخليط بتاعي الدقيق واجيب المية. انا معايا معلقة كاكاو هنخلها عشان ميبقاش فيها تكتلات. اقلب الخليط بتاعي برضك وهضربها. انا خلاص ضربت الخليط بتاعي، هصبه في الصاج. دهناه ورق زبده، حاطه فيها ورق زبده ودهناه. الفرن بتاعتي مولعاها من الاول، احطه في الرف الوسطاني. ناخد معايا من 8 دقايق ل 10، مش اكتر من كده. تعمل تساوي. قلت لكم تاني بعد ما طلعت السبونج بتاعنا من البوتاجاز الفرن عشان حضراتكم. انا دلوقتي هسيبه يبرد واعمل معاكم جناش الشوكولاته. جناش الشوكولاته انا معايا هنا شوكولاته بشراها، نص باكو شوكولاته بشراها مبشره، ربع كوبايه ميه سخنه، جناش الشوكولاته حطي عليه معلقه زيت عشان تدينا لمعه. ممكنها كده على جنب. معانا كوبايه الا ربع كريم شانتيه، نص كوبايه ميه ساقعه، رجعت لكم تاني بعد ما ضربت الكريم شانتيه بتاعنا. انا حطيت عليه معلقه كاكاو. بسم الله نجلسها.
رجعت لكم تاني بعد ما حطيت رجعت لكم تاني. نحط الجاتو بتاعنا في الفريزر، ولما يجمد هنرجع مع بعضينا نقطعه. الجاتو بتاعنا من التلاجة بعد ما جمد وطلعته من التلاجة، انا بينا بقى نسويه. ورجعت لكم تاني بعد ما قطعت الجاتو بتاعنا. شايفين حضراتكم شكله ازاي؟ من كوبايه دقيق واحده، دي عادي طبعا مش دقيق سبونج على الجاتو بتاعنا. شايفين حضراتكم شكله ازاي؟ من كوبايه دقيق واحده، دي عادي طبعا مش دقيق سبونج علشان انتوا عارفين ان السبونج غالي ومش في مقدار الجميع. عارفين الحاجه غاليه، ولو في اللي بيقدر يجيبه وفي اللي ما بيقدرش يجيبه. احنا عملنا الجاتو بتاعنا بالدقيق العادي عشان كلنا نقدر نعمله. بكوبايه دقيق واحده عملنا جاتو. طلع معايا 5 قطع. هو بصراحه مطلعش معايا 6، طلع اقل من نص دستة. انا بس عارفين طبعا لما نشتري قطعه الجاتو بنشتريها بكام؟ حضراتكم شايفين المنظر بصراحه بيتكلم عن نفسه. انتوا عارفين الحاجه غاليه، مش عشان حاجه غاليه مش هنعرف ناكل وناكل اولادنا. لازم برضك نبدع ونجرب بايدينا وندوق ونأكل نفسنا ونأكل اولادنا ونفرحهم بحاجه بسيطه في البيت. شايفين حضراتكم من كوبايه دي عملنا كام قطعه جاتو. روحوا هاتوا قطعه الجاتو دي من بره شوفوا هتجيبوها بكام. عارفين طبعا اسعار الايام ديت في العالي. فبصراحه يعني حاجه جميله لما تعمليها الحاجه بايدك وتطلع حاجه كويسه، هتبقي فرحانه ومبسوطه. اعملي لاولادك وكلوا، فرحوا نفسكم فرح اولادكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ولو لسه اول مره بيشوفوني اشتركوا في القناه واكتبوا لي بقى في التعليقات عجبكم ولا ما عجبكمش. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.